السلام عليكم. اليوم عندنا وصفة تاع قراصة شوفلر خفيفة وبنينة سهلة توجد ميم في 20 دقيقة. وصفة صيفية بامتياز. أول حاجة عندنا شوفلر نغليوه في الماء، عندنا سكالوب نقطعو قطع كبيرة ونقليوه، ومن بعد ما نقليوه نعاودو نفتوه باش يبقى طري. نحتاجو بيضتين، معدنوس، ونحتاجو الجبن الأبيض. نخلطوهم كامل، نبداو بالبيض نحطو فيه شوية تاع ملح، ومن بعد نزيدولو ليسكالوب، بعدين نزيدولو الشوفلر تاعنا نخليوه تقريبا هو الاخر، لانه راح يترفس بزاف لو كان نبداو فيه في الديبي راح يتفتت يرجع لنا بريسك لا بوري. يسمى نخليوه هو الاخر تقريب كامل باش يبقى على الاقل حاكم في روحو شويه، ما نحتاجوش يتفتت بزاف. نحطوها في البلاطو تاعنا. انا هنايا استخدمت ورق الطهي باش ما تلصقليش في البلاطو تجيني سهله باش نحيها من بعد. كي نحطها في البلا تاعي راح نزيد نخلط بيضة واحدة ونلوحها من الفوق باش ما تنشفليش وتتحمر لي بيان. نحطوها في الفور على الاقل ربع ساعة، نشعلوه من الفوق ومن تحت، نعسوها ما نخليوهاش تنشف بزاف وراح توجد بالخف. لو كان نفوتو لها الوقت راح تيبس وما تجيناش طرية وتروح المتعة تاعها. خلاص هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وسلام.